يا كحك العيد يا احنا يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا يا طيبات يا احنا يا غريبات يا احنا يا طيبات يا احنا يا غريبات يا احنا حلاوة علينا. هنا بقى يا حبايبي معايا مكونات العجميه. معايا هنا سمنه بلدي، معايا معلقه كبيره سمسم، معايا معلقه ونص دقيق، ومعايا عسل نحل، ومعايا ريحه الكعك، يعني مش جاي ربع معلقه، كميه بسيطه جدا يعني ريحه كده. يلا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا هنا معلقه سمنه بلدي. بصوا السمنه الله اكبر عليها، جميله جدا. دي سمنه علا محمود يا جماعه، هي زبده وانا سيحتها. هي بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا. نحط بس المكونات كده جنبي علشان ايه تبقى كل حاجه جنبي. ريحه السمنه بسم الله ما شاء الله خطيره. هنا السمنه ساحت اهو، هنزل عليها بمعلقه ونص من الدقيق كاننا بنعمل بشاميل بالظبط. هقلبها معاها ولغايه لما الدقيق كده يعني اشم كده ان خلاص هو قرب يستوي وريحته تطلع، ميبقاش معايا ريحه دقيق. انزل عليه بالسمسم. هو السمسم عندي متحمر، اللي هو المحمر الجميل ده، فمش هحطه غير في الاخر. وبعد كده احط ريحه الكعك والمها بالعسل. عايزه اقول لكم بقى ان ريحتها بسم الله ما شاء الله جميله جدا. هنا بقى خلاص ريحه الدقيق كده راحت عندي اختفت. هنزل بقى بالسمسم اقلبه كده تقلبتين فيها. هنزل بقى بريحه الكعك. عايزه اقول لكم ريحه الكعك دي خطيره. انا اصلا بستعملها حتى لما باجي اعمل قراقيش او فطير برضو بحط منها، بتبقى ريحتها جميله جدا يا جماعه. وفي ناس بقى بتعمل العجميه دي ما بتحطلهاش عسل نحل، بتحط لها عسل كلوكوز. طبعا لا، احنا بنعمل حاجتنا في البيت حتى لو هتتكلف حاجات كبيره، يعني مش كبيره قوي، حاجات بسيطه هتبقى انضف واحلى من بره. انا هنا السمسم كده خلاص خدته تشويحه واحده. هنزل بالعسل النحل بسم الله. هنزل بيه كده حوالي نص معلقه. خلوا بالكم بقى الخطوه دي انت عايزه تقلبي فيها على طول عشان العسل ما يتكتلش معاك، يعني المرحله دي تقلبي فيها كده لغايه لما يبقى عامل زي التوفي. طبعا العسل الحبه دول انا مش هرميهم، انا هعمل اي مشروب واحطه فيه عشان اخد طعم العسل. بصوا بقى بدا يتقل اهو معايا. واقول لك برده ازاي، يعني انا مش عايزاه ده انه يفضل يتقل لغايه لما يوصل ان هو يتجمد ما اعرفش اشكله، لا انا عايزاه يبقى طري شويه معايا عشان لما اسيبه يبرد يوصل للمرحله اللي انا هعرف اشكله بيها. عايزه اقول لكم ان انتوا لو عملتوا الكعك بالعجميه صدقوني يعني هتدمنوها احلى كمان من. انا بحب بالمكسرات والعجميه، لكن طبعا عشان المكسرات بقت غاليه جدا علشان نعمل شويه كعك بالمكسرات التكلفه عاليه علينا، فانا بفضل العجميه. لان كنت جايبه البرطمان العسل ده ب65 جنيه، فانا بالنسبه لي ده هيبقى موفر وحلو. بصوا بقى هي كده خلاص، انا هطفي عليها كده دلوقتي. بصوا القوام اهو، واسيبها تبرد تماما وعشان اعرف ان انا اشكلها عشان ما تعملش معايا تبقى محجره معايا. هنقلها بس في طبق ازاز كده وارجع بقى ايه ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. معايا هنا هي يا حبايبي مكونات الكعك. معايا هنا تلت كوبايه لبن دافي، ومعايا هنا معلقه كبيره ريحه كعك، ما بزودش عن كده عشان ما يمررش، ومعايا ربع معلقه خميره، ربع معلقه كبيره، ومعايا هنا 3 معالق كبار سكر بودر، وهنا بقى معايا معلقتين سمسم، ربع معلقه ملح، ومعايا هنا معلقه كبيره بودر. هبدا اول حاجه هحط الخميره مع اللبن، دي اول حاجه هعملها وهركنها. هركنها كده على جنب، اخر حاجه انا هستعملها. انا ما بسيبش الكعك يا جماعه يخمر خالص اهو.
معايا بقى هنا على الميزان هنا على الميزان 600 جرام سمنه بلدي. انا هنا عاملاها يعني سيحتها وسبتها في التلاجة تهدى خالص وتبقى معايا بالمنظر ده كده مرمله. هتقولك بقى ايه اللي بيخليها، اللي بيخلي الكعك دايب وجميل. اول حاجه هنحط 600 جرام سمنه بلدي، مش هنحط 500، 600 عشان يبقى دايب معاكي كده وجميل. وهقولك على التركه اللي هتخليه دايب خالص وجميل جدا، احلى من بتاع المحلات كمان. هنا بقى معايا السمنه، هحط عليها ال3 معالق السكر البودر، وهضربهم الاول لوحدهم كده، يعني احاول ادمجهم كده بالمضرب اليدوي عشان لما اجي اضرب عليهم اضرب اللي هو الكهربائي ما يتنطورش عليا. اسيحهم كده الاول مع بعض، ادمجهم، وبعد كده هضرب بالمضرب الكهربائي. طريقه المضرب الكهربائي دي بقى يا جماعه اللي هتخليه كريمي وهشش معايا جدا، وهوريكم بس عشان ما صدعكوش بالمضرب انا بعد ما هضربهم بالمضرب يبقوا عاملين ازاي. هنا بقى يا حبايبي بعد ما انا ضربت السمنه مع السكر بقت عامله معايا ازاي، زي الكريم شانتيه. ده القوام اللي انا عايزه اوصل له. التركه دي بقى او الخطوه دي هي اللي هتخلي الكعك معاكي تحفه ما شاء الله عليه. بصوا بقى انا دلوقتي معايا كيلو دقيق، انا سنبله الفرن. انا عارفه ان الكيلو بيبقى كيلو صافي عشان انا كنت بعمل قبل كده وبوزنه، فده كيلو معايا. هضيفه بقى، دي اهم خطوه ان انا اضيفه للسكر والزبده اللي احنا طحناهم ضربناهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وهضيف عليهم المكونات اللي هي الجافه، البودر والدقيق والبودر والسمسم ورشه الملح وريحه الكعك. الخطوه دي بقى يا جماعه لازم نبث فيها مش اقل من ربع ساعه. انا بقى هبثه معاكم، هبثه يعني عشان بس ما اطولش الفيديو واوريه لكم بعد كده يكون عامل ازاي. هنا بقى يا جماعه قعدت ابث في الدقيق لمده ربع ساعه ما شاء الله. عايزه بس اوريكم كده، انا لسه ما حطيتش عليه اللبن بالخميره ما شاء الله. بصوا الملمس يعني اهو، ولسه ما لميتهاش باللبن. الله اكبر عليها. دلوقتي بقى هلمها باللبن. مش عارفه بقى، انا عندي ريحه موز مش عارفه احطها عليها ولا لا. مش هحطها، هبقى اجرب مره تانية بيها. هنا بقى اقول بسم الله. في المرحله دي بقى انا هلم بقى كله كده، مش هعجن بقى التاني. انا هلمها على بعضها كده تشرب اللبن بالخميره. بسم الله. نوع الدقيق ده يا جماعه خطير، والحاجه بسم الله ما شاء الله لما انت فعلا بتعمليها وبتكلفيها بتختلف فعلا عن اي حاجه تانية. هتقولي يا لما طب ما انت مكلفاها غالي، هقولك ما هو انا كل شهر كنت بجيب مثلا حته زبده اعين منها واعين وش اللبن بتاعي. ما شاء الله بجيب لبن بيعمل قشطه جميله جدا، اعين برضو منه لغايه لما يبقى علبه وبعد كده اسيحها. وبعدين الشهر ده برضو الشهر اللي فات انا وفرت في اللحوم، جبت لحوم مستورده بدل اللحوم بلدي، فبرضو ده فرق معايا جامد في السعر. فالفرق دوت برضو عرفت ان انا اجيب بيه حته زبده حلوه مع اللي كانت عندي. لازم الست الشاطره توفر وتدبر. اهو دي بقى الكعكه بسم الله ما شاء الله. الله اهي انا عملتها وعجنتها اهي بقت ما شاء الله عامله ازاي. العجينه ناعمه معايا جدا ولا في اي تشققات ولا اي حاجه. هسيبها بس 10 دقايق كده على ما اعمل العجميه اظبطها، وولعت الفرن وهوريكم بقى الشكل النهائي. اللهم بارك. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا الكعك الساده عملته 20 جرام، بحبه يكون صغنن كده خالص، ما بحبش يبقى اكبر من كده غير الكعك اللي هو المحشي. ودي كده الصينيه اهو، لسه بقى هبصمها.
شايفين بقى الجمال كله طلع اهو قد بعضه. ده 30 جرام، ده انا هحشيه. اللي انا بقى هعمله ساده، انا عايزه اعمله اقل من كده، عايزه اعمل هي الكعكيه تبقى يا دوبك صغننه خالص، تدوب كده كلها في البق. فبفكر اعمله 25 او 24 جرام، هنشوف دلوقتي مع بعض. شايفين بقى الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله، لسه طالع من الفرن، خطير، الله اكبر عليه. انا بقى ان شاء الله لو قدرت بكره هعمل كميه بسيطه، ممكن اعمل نص الكميه باللي هو طريقه زمان، اللي هو السمنه المقدوحه، عشان حاسه الكميه دي برده ما طلعتش كتير، حبايبي كتير وعايزه اديهم. وان شاء الله هعمل بكره برده كميه صغيره كده. كل سنه وانتم طيبين.